الشيخ الشعراوي حرم زراعة الأعضاء، وبسبب هذا الإشي مات الآلاف من الناس، لكن لما هو احتاج لعضو راح وزرع قرنية. الشيخ الشعراوي نفسه حرم التبرع بالدماء ونقلها، لكن لما هو احتاج لدم تم التبرع إليه. عبد الله رشدي طول عمره أختاه الحجاب، أختاه النقاب، أختاه تستري، أختاه غطي شعرك، أختاه شعرك يستفز ذكورتي، أخي غطي بنتك، ستر بنتك، وبالأخير بتطلع بنته بلا نقاب ولا حجاب هيك. الشيخ محمد حسان والحويني وعدد هائل من شلة الشيوخ طول نهارهم يخطبوا عن الفقر ويمدحوا ويعظموا الفقراء، وبالأخير بتلاقيهم راكبين سيارات أحدث موديل وساكنين قصور ملوك. فسيارة واحدة من سيارات محمد حسان مثلا من الممكن إنها تزوج أكثر من 50 و60 شاب فقير. المشكلة مش هنا، المشكلة إنه بهاي السيارات الفارهة بيطلعوا فيها ليلقوا خطبة الجمعة عن التقشف والزهد. الشيخ القرضاوي طلع بفتوى بدعوا فيها للجهاد في سوريا، فدعا الشباب إنهم يذهبوا أفواجا للجهاد، ومن ثم دعا الآباء إنهم يبعثوا أبنائهم للجهاد في سوريا، وبنفس الوقت هو بعث ابنه أيضا، لكن إلى أين؟ إلى أمريكا من أجل أن يكمل دراسته. يعني عاد أولاد الناس يموتون، بينما ابنه لا، حرام. هؤلاء أبناء إسماعيل هنية، كلهم مهندسين ودكاترة وأطباء ما شاء الله، لكن الإشي الغريب بالموضوع إنه أبناء هؤلاء كلهم درسوا في أرقى المدارس والجامعات الخارجية، وكلهم معهم جنسيات أجنبية، وكلهم بيعيشوا مظاهر البذخ والرخاء والرفاهية، وكلهم بيعيشوا في أمان مطلق بالخارج. بينما أبناء غزة بلا أمان، بيناموا وبيعيشوا تحت أصوات القنابل والصواريخ، ويتم استخدامهم من أجل المشروع الإيراني الإخواني. فأولاد الناس نعم عادي يموتوا، بينما أبنائهم لا، فهم أبناء الزعيم. فالجهاد والجنات والقتل والموت والحور العين لأبناء الغلابة، بينما أبناء الخاصة يتبختروا في أوروبا. ذاكر نايك عامل 1,000,000 مقطع دعائي بدعوا فيه للتبرع بالأموال من أجل الدعوة وهداية الناس، وبالأخير بتلاقيه مطلوب بتهمة غسيل الأموال والكسب غير المشروع والنصب والاحتيال. المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين رايح لجمال عبد الناصر، ومن ضمن الشروط اللي وضعها ليدعموا الحكومة المصرية في ذاك الوقت هو فرض الحجاب على بنات مصر. وبالأخير بتطلع بنت المرشد نفسها اللي كانت تدرس بالجامعة في ذاك الوقت غير محجبة. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر، خلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس. عبد الله رشدي اللي دايما بيحكي عن المرأة وما عنده أي موضوع غير المرأة، فدايما بقول لنا النساء والنساء والنساء والنساء، ودايما بقول لنا غض البصر وستر النساء وتغليف المرأة، وإنه المرأة لازم تغطي كل جسمها إلخ إلخ إلخ. بالأخير بتطلع له فضيحة شقة العبور مع امرأة خارج إطار الزواج. الطريف بالموضوع إنه عدا عن هذه العلاقة الغير شرعية، فإنه هذه المرأة التي أقام معها العلاقة امرأة غير محجبة وترتدي ملابس فاضحة كما هو يحب أن يصنف لبس النساء. خالد الجنيدي الشيخ اللطيف الأليف اللي طول عمره أختاه تعففي تستري، أختاه الحجاب النقاب، أختاه لا تعرضي جسدك ولا تعرضي مفاتنك، وبالأخير بطلع متجوز مسيحية غير محجبة وتزوجها سويسرية عشان يقدر ياخذ الجنسية السويسرية. شيخ الأزهر أحمد الطيب طالع على أوروبا للعلاج، وبنفس الطيارة اللي طالع فيها واللي صنعها الأوروبيين واللي رايح فيها ليتعالج عند الأوروبيين ماسك بقرأ كتاب عنوانه أفول الغرب أو انهيار الغرب. ضم للشيوخ دايما بتلاقيهم طالعين يسبوا الغرب ويشتموهم،
ودايما بيقولوا إنه حضارة الغرب حضارة فاشلة وفاسدة ومنحطة، وبتلاقيهم بيقولوا هذا الكلام بأدوات صنعها الغرب الكافر من كاميرات وسماعات ومايكات إلخ إلخ إلخ، ومن ثم يقوموا بنشر هذا الكلام الذي يتهجم فيه على الغرب على منصات وتطبيقات صنعها الغرب الكافر. ما هو لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إن فعلت ذلك عظيم. أنا مش ضد رجال الدين، لا عادي يدعوا بطريقتهم براحتهم، أنا بس ضد النفاق والكذب، وعشان هيك أنا ضد رجال الدين، لأنه النفاق والكذب ما بتلاقيه إلا عندهم، ولذا أنا ضد منظومتهم الفاسدة والبشعة، فعاملين حالهم ملائكة، لكن في الحقيقة فهم إشي ثاني خالص، فبقولوا لنا إشي وبروحوا بالخفاء بيعملوا إشي ضده. فباختصار هم من قال عنهم الله يقولون ما لا يفعلون. فإحنا الغلابة إلنا المدارس الدينية والمتهالكة، بينما أولاد الشيوخ فإلهم مدارس أوروبا الراقية. إحنا إلنا الزهد والتقشف ولبس البداوة ومظهر العصور الوسطى، بينما هم إلهم السيارات الفارهة والقصور واللبس على أحدث موضة والنساء والمتع إلخ إلخ. بناتنا لازم يتغطن من رأسهم إلى أخمص قدميهن، بينما بناتهم بيستمتعن بكامل حريتهن باللبس والأناقة والمظهر إلخ إلخ إلخ. أبنائنا لازم يجاهدوا ويموتوا ويدافعوا عن الوطن والأمة والدين وكل القضايا، بينما أبنائهم يتبختروا في أوروبا. فبعطونا منتج مش ناجح معهم وبدهم إياه ينجح معنا، وبصدرنا بضاعة هم نفسهم ما بوكلوا منها، وبالنهاية بتكتشف إنه أنت الأبله والساذج والأحمق والدرويش والبهلول والمهرج، لأنك بتصدقهم وبتستميت بالدفاع عنهم. فيا أمة ضحكت من غبائها ودروشتها وبلاهتها الأمم.